أنا اليوم جدا سعيدة وأفتخر دائما عندما ألتقي بقامة فنية كبيرة مثل فنانتنا العظيمة صفية العمري. مساء الخير ويعطيكي ألف ألف عافية على كل شيء سويتيه اليوم ودائما. الله يخليكي، أنا اللي مبسوطة إني شفتك النهاردة، وسعيدة جدا إن شاء الله باللقاء ده، ودايما يا رب مزيد من اللقاءات الجميلة الناجحة معاكي. حبيبة قلبي. أول سؤال، أنا اليوم كنت اتفاجأت أن أول فنانة زارت مركز راشد لأصحاب الهمم كانت الفنانة صفية العمري. خبرينا شوي عن هذا اليوم. في بدايتي كسفيرة وفي جولتي في المنطقة كلها. سفيرة النوايا نوايا الحسنة الحسنة دي وقتها كانت ما فيش كتير ناس عندهم، لا، دي كانت رسمية. أول سفيرة معينة من الأمم المتحدة، المركز الرئيسي في نيويورك كمان. يعني اتعمل لي حفلة تنصيب كبيرة جدا جدا في القاهرة، ويعني راكبة العربية بالعلم باستقبال رسمي بوفد رسمي ممثل من الجهة الرسمية في المنظمة. ف في جولتي بقى في المنطقة ان انا بعمل زيارات وكده، كانت اول زيارة ليا للمركز، وكان لسه في بدايته، يعني كان لسه حاجة صغيرة. وشفت بقى القمر، شابة صغيرة عندها حماس جامد جدا، عندها يعني عزيمة، عندها طموح، عندها هدف وحلم عايزة تحققه. يعني عارفة، خطفتني جدا المشاعر الإنسانية دي. وأنا أصلا كسفيرة نوايا حسنة بتعبر عن الإنسانية في كل مكان، والعطاء القوي اللي هي كانت فعلا بتحاول إن هي تنفذه في بداية المشروع. فالمشروع كبر وأصبح مؤسسة كبيرة جدا ومركز رائع على مستوى عالمي. وحسيت أنا من يومها مرتبطة بالمركز، مرتبطة بالمشروع ده، وبعتبر نفسي وهم بيعتبروني سفيرة للمركز. كبرت معاهم لحد ما أصبح النهاردة يعني زاد عمري سنوات بعمر المركز، وأنا موجودة فيه على طول، وأنا مستمرة، وأنا يعني سبورت ليهم دايما، ودايما بعمله من قلبي، لأني بحب جدا جدا مش المكان اللي بيديكي طاقة إيجابية كمان ونوع من الراحة النفسية، لا، الأولاد. أنا عشت مع أولاد أطفال النهاردة كبروا واتجوزوا وخلفوا، وكان عندي ابن وكان عندي بنت، وكان كلهم يندهولي ماما صفية ماما صفية. فما أقدرش أجي دبي من غير ما يكون ليا زيارة، إني أشوف أولادي هنا وأشوف المكان اللي خطف قلبي من أول يوم. فارتباطي بالمركز ارتباط إنساني، ارتباط روحاني، ارتباط محبة قوية جدا جدا. يعني لو في ايدي ايه، لو عندي ايه هستفيد منه استفادة رهيبة جدا، ويتقال لي عندك زيارة للمركز، اضحي بأي حاجة واسيب اي حاجة في سبيل ان انا اجي هنا لبيتي التاني واولادي واختي، لانها اصبحت اختي وشقيقة روحي الأستاذة مريم عثمان. أنا سمعتك لما في التحضيرات داخل قلتي هذا بيتي الثاني، هذا بيتي في دبي. سبحان الله. أنا شدتني كلمة خطفتني المشاعر الإنسانية، قلت جملة جميلة جدا. شوفي أنا بعدها بترن في بالي، الفن خطف إيه من صفية العمري؟ راحتي اليوم راحتي قاعدين بالمناسبة. وحريتي، ووقت طويل جدا طبعا كان من حق أسرتي. ولكن في المقابل أصبح لي تاريخ الحمد لله، بصمة قوية في الفن من السينمائي والدراما. يعني أنا لو أقول لك أنا عاملة 103 فيلم، ما شاء الله. غير المسلسلات وغير المسيطرة نازك السلاح ده. اليوم شددوا على نازك. لماذا اليوم ارتبط اسم صفية العمري أكثر شيء بنازك الحدث؟
ارتبط الاسم ده بيا بشكل، لدرجة ان انا في كل مكان اروح نازك نازك انا بنسى اسمي. قال لك صفية العمري او نازك السلاحدار الشهيرة بصفية العمري، حاجة كده يعني. بقيت الاسم ده مرتبط بيا، واللحن ده مرتبط بروحي. ف ولحد النهارده شوف الحلمية بقى لها قد ايه، اقسم بالله لحد النهارده بتكرم عليها. يعني كل ال 103 فيلم كوم. هو مسلسل صغير يعني 5 أجزاء ب5 ده سنين ورا إرث بعض. مصري على فكرة، ده إرث مصري. بالظبط اه بالظبط يعني. في التراث دلوقتي أصبح من أحسنتي. يعني. تعرفين بقول لك على حاجة، أنا أحب أتكلم بالمصري. مصر كانت عندها صناعة السينما والدراما والمسلسلات زي زراعة القطن، بالظبط. بس دلوقتي في حاجات تغيرت. ماذا ينقص اليوم السينما المصرية أو الدراما المصرية أو الأعمال المصرية؟ شوفي عايزة أقول لك حاجة، أنت قلتي حاجة مهمة، إنه ما بقاش زي الأول. كان عندهم لسبب، دخل قومي. ها. لأن كان في أدباء، آه. كان في كتاب بيكتبوا مخصوص للسينما. يعني ناس كانت بت بتعمل حاجات كبيرة ومهمة ولها هدف في وقت ما كناش بناخد فلوس. كان أجورنا ضعيفة جدا جدا جدا. يعني الأعمال بتاعتي ما كانش فيه وقتها بقى ستايلست وبيوت أزياء بتلبس وبتاع الكلام ده كله، لا، كان كل حاجة على حساب الواحد. فأنا تخيلي مثلا ليالي الحلمية كل ملابسها واكسسواراتها وتربوناتها، عندي مخزن في البيت مليان. هوانم جاردن سيتي كل البرانيت والشابوهات والكلام ده، انا كنت بسافر كورت انجليز في مربيه في اسبانيا اجيب برانيت، في البرنتون جاليري لافايات في باريس اروح عشان اجيب برانيتي واكسسواراتي. اصرف، بقينا كنا بنصرف على اعمالنا، ما بناخدش فلوس زي دلوقتي. ف ولذلك عملنا اعمال فيها حماس، فيها من القلب، بتشتغلي على الدور، بتعيشي في العمل. لو المسلسل او الفيلم بيجيلك السيناريو كله كامل متكامل، بتذاكريه بتحفظيه بتشوفي ايه يعني انا كنت اشوف الحلمية مشهد مشهد اذاكره، اقول هلبس له ايه هنا، افكر. احيانا كنت اصحى من النوم الفجر. ايوه، انا اللي صممت الشكل بتاع نازك، الشكل من التربونات للملابس الكلام ده كله انا اللي مصمماه. للناس دلوقتي بتقلده. وحياة ربنا انا اللي مصمماه. انا كنت ارسم موديل التربون، كنت بعمله بايديا. ما كانش فيه تربونات وقتها ولا حد لانه هي دي كان. بتعمل دلوقتي بقت بتعمل حاجات عالمية. يعني افكار ادت لهم افكار بيشتغلوا عليها دلوقتي. ف كان عندنا حب للفن، الفن للفن، مش الفن للشهرة ولا الفن للفلوس زي ما بيحصل النهاردة. تعالي النهاردة ورش الكتابة، السيناريوهات بتتكتب ازاي؟ بتتعمل ورشة من 2 3 4 يقعد ده يعمل مشهد وده مشهد وده مشهد، يطلع عمل مفكك. مش مشاعر الكاتب اللي هو بتبقى من الأول للآخر بيدي خلاصة وعصارة أفكاره. لا، النهاردة بيشتركوا وبيقتبسوا أعمال ويمصروها، وبتطلع فاشلة جدا. لأن أنا عن نفسي أحترم الأصل، ما أحترمش التقليد. ولذلك النهاردة قد ما ممكن يبقى في بعض الأعمال الكويسة، ففي أعمال مش مقتنعة بيها. ولذلك أنا برفض أشتغل الأعمال التي لا تليق بي ولا باسمي ولا بالمستوى اللي أنا قدمته أبدا. يعني على كده أنت بتشوفي الأفلام الأجنبية يمكن أكثر من العربية؟ تخيلي، ما هو النهاردة برضو الأفلام الأجنبية الجديدة ما بقتش زي الأول. الحياة كلها اتغيرت في كل الدنيا.
الفن كله اتغير، سواء فن محلي أو عالمي. ما بقاش فيه مفيش رسالة. الأصالة بتاعت زمان. الفن رسالة. ورسالة طبعا، رسالة وتعبير عن المجتمع. لو المجتمع النهاردة في مشاكل، أو مش عايزة أقول ألفاظ يعني صعبة، الفن بيصور المجتمع بكل أحواله، سواء سلبية أو إيجابية. والمفروض أن السينما هي تعكس الحقيقة. ما هي دي الحقيقة. يعني ما ينفعش أنا أطلع كل حاجة موجودة للسينما. لا لا، يعني المفروض أنت أوكي طيب حاضر. عشان الستايل، نحن نتكلم عن الستايلست، وقلتي لي انت ما شاء الله عليكي طلعتي ستايلست نمبر 1، وعرفنا اسرار ان حتى شخصيه نازك كانت من تصميمك انت الشخصي. اليوم لابسه علم الامارات. شوفي جماله وجمال ألوانه، والألوان دي على فكرة من أحب الألوان لقلبي. اللون الأبيض لون النقاء، يعني الإنسان بيتولد في الأبيض. شعورك ايه وانت لابسه العلم الاماراتي وانت متلحفه في كده؟ حاسة إن أنا يعني عارفة الإمارات جوه قلبي، بجد بجد والله العظيم، بلا يعني كلام مزوق. أو الإمارات في قلبي، وأهل الإمارات من أعظم شعوب الدنيا في الرقي والتعليم والثقافة والابتسامة البشوشة واستقبال الواحد الحلو. فمخطوفة، أنا مخطوفة. الإمارات خطفاني من أول يوم. الامارات خاطفه قلبك خالص. ما هي خطفة قلبي وروحي، ففضل فيا إيه بقى؟ كل حاجة. معايدة لليوم الوطني. أنا عايزة موجودة إن شاء الله هكون موجودة في العيد الوطني، وأحتفل معاكم. وكل سنة والإمارات في ازدهار ورقي وشموخ وعطاء ونجاح. ولو هفضل أقول لآخر العمر مش هوفيها حقها ولا حق حكامها، لأن الحاكم اللي بيحب شعبه بيرتقي بيه بلا حدود. وده اللي أنا شايفاه فعلا في الإمارات. وأنا بحيي الإمارات وبحيي حكامها وبحييك وبحيي كل الشعب الإماراتي، وبحبكم من كل قلبي. كل عيد وطني وانتم طيبين، وكل سنة والإمارات بخير إن شاء الله. أمنية، عايزين أمنياتك. أمنية؟ احنا قربت تنتهي سنة 2024 بما فيها من حلوة ومرة، فعايزين يعني إن شاء الله أمنياتك للسنة الجديدة. أمنياتي للسنة الجديدة، كل الأمنية اللي أنا بتمناها طول عمري، وهي السلام. السلام يسود العالم، لأنه النهاردة فعلا إحنا موجوعين جدا جدا بظروف الحرب اللي معيشانا في آلام وفي نكد وفي دموع على طول. إحنا يعني بجد موجوعين جدا من اللي بيحصل النهاردة في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو في أي مكان في الوطن العربي. ما هو جسد واحد، لو اشتكى منه عضو بتتضرر بقية الأعضاء كلها. فإحنا كلنا متضررين من اللي بيحصل في السنة الكبيسة دي. فأتمنى سنة 25 والسنوات المقبلة يتحقق السلام في العالم كله. آمين. إحنا معك فعلا. أنا أتمنى لو كان اللقاء أطول، نفس ما شفتي عايزين يخطفوكي مني. شكرا يا حبيبتي. هتخطف للحبايب دلوقتي شوية، وبعد كده أنا موجودة، لأنه أنا أصبحت ملككم كلكم. شكرا إن شاء الله. أوكي، يعني بنكمل بعدين؟ تحبي نكمل بعدين؟ نشوف الدنيا هتمشي.